إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ لمسلم عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه عما قال معبد وأصحابه في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد
صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قالوا: عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمارتها، أي علامتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي للصحابة: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء الثاني مع هذا البستان الكبير اليافع النافع من بستان حديث أم السنة. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الأحبة في الله، مع مضي نصف شهر رمضان ما هو الحاصل في قلبك؟ ما هو الحاصل في جوارحك؟ ما هو الحاصل في أعمالك؟ ما هو الحاصل في حسناتك؟ ما هو الحاصل في تصرفاتك؟ ما هو الحاصل في علاقتك مع الله عز وجل ومع الناس ومع نفسك؟ اعلم أن المقصود من جملة العبادات في الإسلام كالصلاة والصيام والصدقة والحج والبر ليست العبادات لذاتها، ولكن المقصود من جملة العبادات في الإسلام تزكية النفس وتحقيق التقوى وتحقيق الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين. فلا خير في كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا بر ما لم تقترن كل هذه العبادات بسمو أخلاق العبد مع الله عز وجل أولا، ومع الناس ومع نفسه. ولذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة تصلي وتصوم وتقوم ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي: هي في النار. لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تتصدق وتخرج زكاة مالك؟ لماذا تحج إلى بيت الله الحرام؟ لما تكلم الله عز وجل عن الصلاة وأمرنا بها على سبيل الحتم واللزوم والفرضية ما أمرك بها إلا لتزكية نفسك. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمقصود من الصلاة ليس مجرد الحركات التي يفعلها الإنسان من قيام وركوع وسجود فحسب، ولكن الله عز وجل يريد بصلاتك تزكية نفسك. أيضا عن الصيام: لماذا تصوم؟ ما الغاية من الصيام؟ هل الغاية من الصيام أن يجوع الإنسان وأن يعطش فحسب؟ ليس ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ليس المقصود من الصيام مجرد العطش والجوع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد لله عز وجل بالشبع كما كان يتعبد له بالجوع، أي كان يتعبد لله بالطعام، بالأكل والطعام، كما كان يتعبد له بالصيام. إذن لماذا تصوم؟
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود من الصيام تحقيق التقوى وتزكية النفس والوصول إلى أعلى درجات الدين وهو الإحسان. أيضا لماذا تخرج الزكاة؟ لماذا تتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالمقصود من إخراج الزكاة بأنواعها تزكية النفس وتزكية المال. طيب، في الحج لماذا تحج؟ قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا هو المقصود من جملة العبادات. إذن عرفنا لماذا نصلي ولماذا نصوم ولماذا نتصدق ولماذا نحج. فلا خير في كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا بر ما لم تقترن كل هذه العبادات بسمو أخلاقك مع الله عز وجل ومع الناس ومع نفسك. رمضان مدرسة الإحسان. مع مضي نصف رمضان لابد وأن تخرج بهذه الدرجة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ قالها ثلاثا: من أدرك رمضان ولم يغفر له. يدخل عليه رمضان ويخرج من رمضان ولا جديد ولا فائدة، لم يحصل من الصلاة أو من الصيام أو من قراءة القرآن أو من قيام التراويح، لم يحصل أي فائدة. قلبه كما هو، قلبه كما هو. نسأل الله عز وجل أن يعلق قلوبنا به. الإحسان لغة هو إتمام الشيء وإتقانه. الإحسان لغة هو إتمام الشيء وإتقانه. قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه. والإحسان شرعا هو ما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا التعريف من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ألفاظ قليلة، كلمات قليلة، ولكن معناها كبير، ولكن تدل على عظيم أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم. فهذا التعريف النبوي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا الإحسان كما قال بعض السلف: أن تكون السريرة أفضل من العلانية. أن تكون السريرة، أن يكون السر بينك وبين الله عز وجل أفضل مما بينك وبين الناس. كما قال عبد الله بن مسعود: اطلب قلبك في 3 مواطن: في أوقات الذكر، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. أي فتش عن قلبك في هذه المراحل وهذه المراتب وهذه الأحوال 3: في أوقات الذكر، ونحن في مجلس ذكر، خطبة الجمعة مجلس ذكر لله تبارك وتعالى. فتش عن قلبك الآن، فتش عن قلبك الآن وأنت تسمع كلام الله، وأنت تسمع عن الله، وأنت تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تجد قلبك؟ هل قلبك حاضر مع الله
أم أن القلب مشغول بالدنيا، مشغول بالأموال، مشغول بالأولاد، مشغول بالأعمال، مشغول بالسيارة وبالعمارة أم أن قلبك مشغول؟ فتش عن قلبك في مواطن الذكر. وقال وعند سماع القرآن، عندما تسمع كلام الله عز وجل هل يتأثر قلبك بسماع كلام الله؟ هل يتحرك قلبك تأثرا بكلام الله عز وجل أم أن القلب كما هو؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتش عن قلبك عند سماع القرآن. ثم قال وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. فرمضان والإحسان يربي في قلبك مراقبة الله تبارك وتعالى في الخلوة وفي السريرة قبل العلانية. فالإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، والإحسان أعلى مراتب الدين. فالدين مراتب كما بين حديث جبريل، مراتب بعضها فوق بعض، إسلام وإيمان وإحسان. فليس كل مسلم مؤمن، ليس كل من يدعي الإسلام يستطيع أن يدعي الإيمان أو يستطيع أن يدعي الإحسان الذي هو أعلى مراتب الإسلام وأعلى مراتب الدين. قالت الأعراب آمنا، ادعوا لأنفسهم منزلة هي أعلى. قالت الأعراب آمنا فأنكر الله عز وجل عليهم، قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لما في اللغة تطلق على النفي المؤقت، يعني لسه بدري علشان يدخل الإيمان أو تحقق الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه هي الدرجة الثانية، والدرجة العليا درجة الإحسان. فرمضان شهر الإحسان، يدربك على الإحسان، يدرب قلبك على الإحسان. فينبغي أن تخرج من رمضان بهذا المعنى وبهذا المقام. فمقام الإحسان مقام الصديقين، مقام الإحسان مقام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى مراتب الدين. وأهل الإحسان هم السابقون الأولون الذين يحبهم الله تبارك وتعالى ويحبونه. قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا، والإحسان يكون بينك وبين الله عز وجل. كيف تحقق الإحسان؟ أن تعلم أن معاملتك مع الله عز وجل لا بد وأن تكون بإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كيف يكون الإحسان بينك وبين الله؟ أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تعبد الله عز وجل بإخلاص. هذا هو إحسان العمل لله تبارك وتعالى. وإحسان العمل أن يكون على السنة وليس فيه بدعة، أن تعمل العمل لله تبارك وتعالى بإحسان، أي أن تخلص العمل لله وأن توحد الله عز وجل في أعمالك، ثم تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون محسنا في عملك لله عز وجل؟ بأن يكون على السنة وليس فيه بدعة.
قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس عليه هدينا وليس عليه ديننا وليس عليه طريقتنا، فهو رد، أي مردود عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا يكون العمل بإحسان مع الله عز وجل، ويكون العمل بإحسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا إحسانك مع الناس، أن تحسن العمل مع الناس، وذلك ببذل الخير وبذل المعروف وتعليم الناس العلم النافع والصدقة والكلام الطيب وكف الأذى عن الناس وكف الأذى عن أعراض الناس، كل هذا من الإحسان مع الناس. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأهل الإحسان أهل محبة الرحمن تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله عز وجل مع أهل الإحسان. إذا أردت أن يكون الله معك فأحسن مع الله، فأحسن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسن مع الناس، تكن في معية الله وفي أمان الله وفي ضمان الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فليس نعيم الجنة في لبنها ولا عسلها ولا نهرها ولا حورها، ولكن نعيم الجنة ونعيم أهل الجنة في رؤية ربها تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فأهل الإحسان أهل معية الرحمن تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين. إذا أردت أن يكون الله عز وجل معك، إذا أردت أن تكون في معية الله، إذا أردت محبة الله، فكن من أهل الإحسان. رمضان شهر الإحسان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل ما مضى من رمضان وأن يتقبل ما هو آت من رمضان، إنه ولي ذلك ومولاه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما هي مراتب الإحسان؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإحسان. المرتبة العليا من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تشاهده، أن تعبد الله كأنك تراه رأي العين، وهذا ما يسميه العلماء مقام المشاهدة. فمن استطاع أن يرى الله عز وجل
استحى قلبه أن يلتفت إلى غيره أو أن يعبد سواه. أن تعبد الله كأنك تراه رأي العين، فإن رأى العبد ربه تبارك وتعالى رأي العين استطاع أن ينعزل عن الدنيا وشهواتها وشبهاتها ولا يلتفت إلا إلى مرضاة ربنا تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة كانوا يرون ذلك رأي العين، وكانوا يرون الجنة رأي العين، وكانوا يرون النار رأي العين. في حديث حنظلة أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنهما، فقال يا رسول الله تذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصف لهم الجنة، يذكرهم بالجنة ونعيم أهل الجنة كأنهم يرون الجنة رأي عين، رأي حقيقة. قال فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعبنا الأولاد وعافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات، نسينا كثيرا، أي نسوا كثيرا مما كانوا يحفظونه ويقبلون عليه بقلوبهم حال وجودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام نسوا كثيرا، أي تحرك وتغير القلب من هذا المقام، مقام المشاهدة، بمجرد ذهابهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ظللتم على ما أنتم فيه وأنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكنها ساعة وساعة، ساعة يرتفع فيها الإيمان، فالإيمان يرتفع وينزل، الإيمان يقوى ويقل، يقوى بالطاعة ويقل بالمعصية. فالصحابة كانوا يرون الجنة والنار رأي عين، فإن استطعت أن تكون من أهل هذا المقام فكن، إن استطعت أن تكون من أهل مقام مشاهدة الله رأي العين ألا تفعل شيئا إلا إذا كان مأذونا لك فيه، ألا تفعل شيئا إلا إذا كان في مرضاة الله تبارك وتعالى، حتى الكلمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه من الله عز وجل، حتى البسمة التي يتبسمها الإنسان لابد وأن تكون لله تبارك وتعالى، فهذا هو مقام المشاهدة، مقام المراقبة. المرتبة الثانية وهي أقل درجة من الأولى ولكنها مقام عال أيضا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تستطع أن تكون من أهل المقام الأول والمقام الأعلى مقام المشاهدة فاعلم أنه يراك، كما قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فالله عز وجل يطلع علينا ويرانا ويعلم ما في قلوبنا، فأروا الله عز وجل من قلوبكم خيرا، فإن لم تستطع أن تكون من مقام ومن أهل الدرجة العالية الرفيعة الكبيرة العظيمة، درجة أن تعبد الله كأنك تراه، فكن على علم بأن الله عز وجل يراك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإحسان الذين يحبهم ويحبونه. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، وقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسر المسلمين، وأحسن خلاص المسجونين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا مضيعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد مصر وأهلها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود بقدرتك يا عزيز يا جبار. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا متقبلا. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا متقبلا. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا متقبلا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا أنسى أن أذكر أحبابنا بحق الله الذي عليهم للتبرع لهذا البيت المبارك. نسأل الله عز وجل أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يخلف علينا وعليكم.